هذا مقام وضريح الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح، والذي يقع في بلدة دير علة في منطقة الأقوار الوسطى شمال غرب الأردن، وهو عبارة عن مسجد حديث كان قد بني مكان قبة كان قد بناها الظاهر بيبرس. وفي داخل هذا المسجد يوجد ضريح الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح. هنا يرقد الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. هذه المئذنة القديمة المتبقية من بناء القديم مسجد الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح. هذه المئذنة القديمة. سنذهب إن شاء الله إلى المقام أو قبر الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو خلفي بالبوابة الخلفية. ابقوا معي. هذه المقبرة التي تجاور قبر الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح. المسجد قريب من المقبرة التي هي أمامكم، وفيها بعض من الصحابة الذين عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وارتحلوا مع الصحابي الجليل أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى هذه المنطقة في زمن الفتوحات الإسلامية. أبو عبيدة عامر بن الجراح بن هلال القرشي من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل السابقين للإسلام، ومن خيرة المهاجرين الأطهار. ولد سنة 40 قبل الهجرة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هاجر الهجرتين الحبشة والمدينة المنورة، وشهد بيعة الرضوان، وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه. لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بأمين هذه الأمة، عندما أخذ بيده لما طلب أهل اليمن أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام، قائلا عليه السلام: هذا أمين هذه الأمة. كان رضي الله عنه متواضعا زاهدا تقيا كريم الأخلاق، وكان جهاده في سبيل الله متواصلا من غزوة بدر. شارك في معظم معارك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عينه أبو بكر رضي الله عنه قائدا لأحد جيوش فتح بلاد الشام، وعينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائدا لجيوش المسلمين في بلاد الشام، حيث قادهم في معركة اليرموك. قد استطاع بحنكته وقيادته المتميزة أن يفتح بلاد الشام كاملة. توفي أبو عبيدة رضي الله عنه بعد هذه الحياة الحافلة بالخير في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة.